السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هايدي معوض المحامية ودي قناة مدرسة القانون. بحاول هنا في القناة إن أنا أرد على كل التساؤلات والاستفسارات القانونية اللي بتجيلي ومنتشرة بشكل عام. فلو أنت عندك أي استفسار قانوني أو أي تساؤل ممكن تسيبهولي تحت في الكومنتس، وإن شاء الله هرد عليه بفيديو جديد. في فيديو النهاردة هتكلم على النفقات في القانون، موضوع منتشر جدا ومهم جدا جدا جدا. النفقات في قانون الأحوال الشخصية، قانون الأسرة. مين هم اللي ليهم الحق في النفقات وإيه هي أنواع النفقات؟ فخليك معايا وتابع للآخر. هو يعني إيه نفقة يا جماعة؟ بنسمع عن الموضوع ده كتير بس محتاجين نفهم أكتر. النفقة ببساطة عبارة عن كل حاجة بتحتاجها الزوجة أو الأولاد علشان يعيشوا حياة كريمة. يعني إيه؟ يعني لو أنت اتجوزت جواز رسمي فالست اللي أنت اتجوزتها دي أنت مسؤول عنها شرعا وقانونا إن أنت تصرف عليها. طب لو عندكم أولاد، لا نضيف بقى النقطة دي كمان، فأنت مسؤول إنك تصرف عليها وعلى أولادكم وتلبي كل الاحتياجات الأساسية. زي إيه؟ زي الأكل والشرب، اللبس، السكن، العلاج، التعليم، وأي احتياجات أساسية تانية تتناسب مع مستوى دخلك أنت كزوج. يعني بمعنى أوضح، النفقة هي الفلوس اللي الراجل لازم يصرفها على مراته وولاده علشان ياكلوا ويلبسوا ويعيشوا في بيت كويس ويتعالجوا لو احتاجوا لده ويتعلموا ويبقى ليهم كل الاحتياجات الأساسية في حياتهم اليومية. نيجي بقى نتكلم على النقطة التانية، وهي مين هم اللي ليهم الحق في النفقات؟ يعني مين القانون اداهم الحق إن هم يلجأوا للمحكمة ويرفعوا قضية النفقة بجميع أنواعها؟ في القانون المصري في كذا حد يقدر يرفع قضية النفقة قدام المحكمة. أول واحدة وهي الزوجة. الزوجة بمجرد الزواج الرسمي بيبقى ليها حقوق أثناء العلاقة الزوجية، وبعد الطلاق طبعا بيكون ليها حقوق. ولكن برضو نقطة توضيحية لأن ناس كتير ما بتبقاش متأكدة من المعلومة دي، وهي إن الزوجة تقدر ترفع قضايا نفقات على جوزها وهم لسه ما اتطلقوش. يعني تيجي واحدة تسأل، هو أنا ممكن أرفع نفقة زوجية على جوزي وإحنا مش متطلقين وأنا عايشة في بيته؟ ممكن ترفعي نفقة زوجية على جوزك طالما إن هو امتنع عن الصرف، مش بيصرف عليكي بسبب خلافات ما بينكم أو أيا كان السبب. ومن النفقات اللي ممكن ترفعيها على جوزك هي النفقة الزوجية، سواء كانت بنوعيها أو بأنواعها التلاتة. النفقة الزوجية معناها إنك بتلجأي للمحكمة علشان يكون ليكي دخل شهري من مرتب جوزك أو من دخل جوزك علشان توفري احتياجاتك زي الأكل والشرب. تاني نفقة ممكن ترفعيها أثناء العلاقة الزوجية وهي نفقة الحمل. لو انت حامل فانت من حقك انك تلجئي للمحكمة علشان ترفعي نفقة حمل. نفقة الحمل دي بتكون عبارة عن مصاريف بتغطي مصاريف الحمل بتاعتك والرعاية الطبية والتغذية لحد ما تولدي. طيب لو جوزك طردك من مسكن الزوجية اللي انت اتجوزتي فيه، هل من حقك انك ترفعي نفقة مسكن؟ بنسمع عن نفقة المسكن دي، ولكن في الحالة دي انت ما بيكونش ليكي الحق انك ترفعي نفقة مسكن لان انت ما فيش ما بينكم اولاد وانت مش حاضنة، فملكيش حق نفقة المسكن. ولكن انت بيكون ليكي الحق في انك تلجئي للمحكمة وتعملي قضية اسمها تمكين من مسكن الزوجية، وده علشان ترجعي لبيتك تاني. وبأكد عليكي ان التمكين من مسكن الزوجية انت لسه على ذمته وما حصلش ما بينكم طلاق وما فيش أولاد، فبتروحي للمحكمة علشان تعملي تمكين من مسكن الزوجية. طيب لو حصل طلاق، ايه هي النفقات اللي بيكون ليكي الحق فيها؟ يعني ايه حقوقك بعد الطلاق؟ من النفقات اللي بيكون ليكي الحق فيها بعد الطلاق هي نفقة المتعة ونفقة العدة. نيجي بقى للنوع التاني. النوع التاني طبعا وهم الأولاد. لو انت متزوجة من الراجل ده وهو امتنع عن الصرف عليكي، ولكن المشكلة هنا ان في أولاد، يعني هو كمان ممتنع عن الصرف على أولادك وأولاده في نفس الوقت. هنا بقى انت ممكن تلجئي للمحكمة علشان ترفعي النفقات الخاصة بيكي كزوجة زي ما قلتلك النفقة الزوجية، وكمان ممكن ترفعي نفقات لأولادك. زي ايه؟
النوع الأول من النفقات وهي نفقة المأكل والملبس، يعني الأب بيبقى ملزم إنه يوفر الأكل والشرب واللبس المناسب على حسب مستوى معيشته. تاني نفقة وهي نفقة المصاريف الدراسية أو نفقة التعليم، دي بتشمل المصاريف الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والدروس الخصوصية. تالت نوع معانا وهي نفقة العلاج. نفقة العلاج دي لو بعد الشر الأولاد احتاجوا ليها زي مصاريف العلاج أو الأدوية أو العمليات الجراحية اللي ممكن الأولاد ربنا يحميهم كلهم يلجأوا أو يحتاجوها، وكمان مصاريف الكشف الطبي. طبعا الأب بيتحمل كل التكاليف الطبية المطلوبة للأولاد. رابع نوع وهي نفقة المسكن، لو انت بقى أم حاضنة طبعا الحالة دي بتتوفر في حالتك أو موجودة في حالتك إن انت أم حاضنة للأولاد، بيكون من حقك إن يكون في سكن ليكي انت وأولادك، وده يا إما الأب يوفر لكم سكن تعيشوا فيه سكن مناسب، أو يديكي إيجار علشان تأجري شقة تكون مناسبة ليكي انت والأولاد. طبعًا بقى النفقات دي كلّها الأم هي اللي بترفع القضايا دي باسم الأولاد، والمحكمة بتحدد قيمة النفقة بناءً على دخل الأب. طب لو الأب امتنع إن هو يدفع بعد صدور حكم المحكمة، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن هو ممكن يتحبس أو يتحجز على ممتلكاته ومرتبه. تالت نوع معانا وهي نفقات الأقارب. الأقارب زي مين؟ زي الأب والأم. دول لو كانوا محتاجين ومش قادرين يصرفوا على نفسهم، يعني الأب والأم لو ملهمش دخل بشكل شهري بشكل مستمر يقدروا يكفوا احتياجاتهم الأساسية، في الحالة دي القانون اداهم الحق إن هم يلجأوا للمحكمة علشان يرفعوا قضية نفقة أقارب على ابنهم ويصرف عليهم، ولكن الحالة دي بيلزمها توافر شرطين. الشرط الأولاني إن الأب والأم يكونوا فعلا ملهمش دخل شهري، والشرط التاني إن يكون ابنهم قادر ماديا إنه يصرف عليهم. وبكده أكون اتكلمت على نبذة سريعة جدا على النفقات بجميع أنواعها والأشخاص اللي بيستحقوا النفقات. شكرا جدا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.